قيم مرضك صح. العلة متى تمكنت لا ينفعها إلا الدواء القوي. ينفعش دواء عادي كده، دواء قوي، دواء، لأن علة تمكنت. فهنا مهم أن أنا أقول لحضرتك سأل نفسك هذا السؤال: ما الذي يشغلك عن الصلاة؟ ومنذ متى وأنت مشتغل؟ وهل هي حاجة بعينها ولا حاجات كتير فأنت مش عارف تمسك في الصلاة أصلا؟ وهل هي شهوة ولا غفلة بغير غرض؟ وهل الموضوع قديم؟ ومعلش سؤال، بقاله قد إيه؟ في واحد سنة، شهر، في واحد 5 سنين، بقالها قد إيه؟ وهل ده مؤلم؟ يعني هل فارق معاك؟ هل عايز تصلحه بجد؟ أنا عايز أقول بالأسئلة دي إيه؟ لا تجامل نفسك في تقييم أمراض قلبك، لأنك هتجامل نفسك على حساب نفسك. ولو جاملت نفسك على حساب نفسك ففي النهاية أنت الذي سيدفع الكلفة آلاف المرات، لأنك بتجامل نفسك في حاجة تحتاج أن تنصلح كي يرضى الله عز وجل عنك. رضا الله عز وجل عنك ده يساوي إيه؟ فقيم نفسك وعلتك بغير مجاملة. فإيه الحل في حاجة زي كده؟ الحل اللي أنت تعالج السبب. أنت إيه اللي شغلك في الصلاة؟ شهوة كذا وكذا 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 وكذا، يبقى تروح مش تقول أنا عندي مشكلة في الصلاة بس، تقول أنا عندي مشكلة في شهوة كذا وكذا 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 بتؤثر في الصلاة. يبقى احنا عايزين علاج لدول مش للصلاة بس، لأنك علاج الصلاة كأن أنت هتعمل إيه؟ هتقطع الواردات، تمام؟ فهتنشغل بالمعاني وهتقطع الواردات سواء ظاهرة أو باطنة، وهتحضر في الصلاة، هتحضر بقلبك فتفهم المعنى وتستحضر، بس برضو ما فيش فايدة. ليه؟ لأن ما حول الصلاة يؤثر في الصلاة.